بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أعزائي وحبايبي المشتركين في قناة المستر سبورتس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. الزمالك الزمالك الزمالك، ولا صوت يعلى على صوت الزمالك. الزمالك بيتغلب من آخر فرقة في الدوري. زمالك زيزو، زمالك زيزو، هم نقطتين احنا هنتكلم فيهم في الفيديو ده بمنتهى الأمان. أول نقطة هم ال100 مليون جنيه بتوع زيزو السنوية. زيزو احمد مصطفى زيزو ولا احمد سيد مصطفى زيزو بيتقاضى او فرض على الزمالك في طلباته من خلال والده ان هو ياخد 100 مليون جنيه في الموسم، معدل 2 مليون دولار يعني 6 مليون دولار في الثلاث سنين، كل سنة 2 مليون دولار. حضرتك متخيل الرقم؟ 2 مليون دولار بقيمة 100 مليون جنيه للاعب بيلعب في الدوري المصري المحلي. طيب احنا يا جماعة عايزين بكل صراحة كده وبكل هدوء نجيب السي في بتاع احمد مصطفى زيزو، عشان انا عايز اوضح لكم ان الكورة في مصر بتدار بعشوائية فظيعة. الكورة في مصر ديت المفروض يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتجميد العمل ده كله، والفلوس دي كلها تتاخد للدولة، تدخل في حياة كريمة، تدخل في اي حاجة. الفلوس دي يا جماعة، يعني الفلوس دي بتطلع بشكل غريب ان هو هنجيب سي في لاحمد سيد زيزو. انت يا ابن الناس يا ابو 100 مليون جنيه، انت قدمت ايه لمنتخب مصر؟ قدمت ايه للفرقة بتاعتك؟ قدمت ايه للزمالك؟ قدمت ايه لأي حاجة؟ والله العظيم اقسم بالله ان 90% من اللاعبين اللي موجودين في الدوري المصري ما ينفعش اصلا ان هم يلعبوا في مركز شباب بيلا. الناس ديت يا جماعه، الناس ديت في عالم الخيال، الناس دي بتتعامل في عالم الخيال. لعيب طالب 100 مليون جنيه في السنه، يعني 2 مليون دولار. لعيب بيلاعب فرقه في متزايل الترتيب في الدوري. الفرقه بتعمل في الزمالك كل حاجه، الزمالك اتعمل فيه كل حاجه، مفيش حاجه ما اتعملتش في الزمالك. الزمالك فلت من الماتش اللي فات يا جماعه بالهزيمه اللي اتهزمها بوجود احمد سيد زيزو، اللي كان لا صوت يعلو على صوت التجديد لزيزو، وكأن زيزو هو المنقذ. يعني وصلوا جماهير الزمالك والمتابعين لكرة القدم ان احمد سيد زيزو هو الراجل اللي ماسك السهم في الشعار بتاع الزمالك، في قلب الشعار في واحد ماسك سهم كده. وصلوا الناس ان هو ده اللي ماسك السهم، ان احمد سيد زيزو لو مشي شعار الزمالك ما يمشي. يا عم احمد سيد زيزو، ايه المشكله في ان احمد سيد زيزو يمشي؟ ده زيزو يا عم، ده حته زيزو، كابتن زيزو حبيبي محمد صبحي. انتوا الناس دي بتهرج والله ولا بتتعامل ازاي؟ انا مش متخيل التفكير اللي الناس تفكره. 100 مليون جنيه، يعني 100 مليون ده انت لو نزلت الاقاليم ب 10 مليون جنيه هتلم لك 20 لعيب، اقسم بالله هينقلوا الزمالك. اللعيبه يا جماعه عشوائيه رهيبه، ولا زي ما يكون ما لهمش اي فكره عن على البطيخ. يقول لك 100 مليون يا عم، 100 مليون جنيه مين يا عم؟ قسما بالله ما في لعيب، لا اهلي ولا زمالك ولا اسماعيلي ولا مصري ولا بيراميدز، مفيش لاعب. بص، هو وسام ابو علي، عشان نبقى واضحين. وسام ابو علي مشروع لعيب مهاجم متكامل، هو ده الراجل ده اللي يستاهل ان هو ياخد الملايين وياخد كل حاجه. الراجل ده اصلا انت بتؤدي وظيفه قصاد راتب، يعني انت بتاخد مبلغ وبناء عليه بتنفذ وظيفه معينه. طب انت خدت الفلوس اللي انت عايزها وما بتأديش الوظيفه، يبقى انت قيمتك ايه؟ مفيش لعيب في الدوري المصري يستاهل 5000 جنيه يا جماعه. الملايين دي يا جماعه، هي الملايين دي موجوده فين؟ ولا بلكريك ولا ايه وضعها بالظبط؟ انا مش فاهم. فاحمد سيد زيزو خد 100 مليون، واحمد سيد زيزو بيعمل اسيستات وبيرفع كورنرات وبيلعب باصات. يعني لو واحد مبتدئ، لو عيل صغير، يعني انا لو جبت عيل صغير كده هيعمل اسيستات احسن منه. لم يفيد الفرقه في اي شيء. وده بعد التجديد، يعني المفروض انت بعد التجديد تبقى يعني عندك الحماسه وعندك الطاقه وعندك الروح. مفيش الكلام ده. دي اول نقطه تعليقا على ماتش الزمالك الاخير. تاني نقطه هو المدرب الزمالك. بصراحه انا كاهلاوي ما بحبش اتكلم كتير عن الزمالك، بس بصراحه عشان الواحد فير، يعني زي ما انتم فاهمين والقناه متشافه وكده، فلازم الواحد برضه يدي رايه. يعني انت راجل متعادل مثلا، والدقيقه مثلا داخله على 80 ولا 85،
والفرقه على قد ما تقدر يعني ايه، يعني في ند، معناها المفروض تبقى مفيش ند، المفروض ان فرقه الزمالك تبقى مخلصه المباراه بالشوط الاول. تيجي يا اخي يا مؤمن تطلع تروح منزل شيكابالا. تنزل شيكابالا يعمل ايه؟ وبعدين شيكابالا باخد تعليمات وبياخد يعني بيكلموه على اساس ان شيكابالا بقى ايه، نازل بقى ميسي نازل، يعني ميسي نازل بقى خلاص بقى يا جماعه بصوا احنا صابرين عليكم ده كله ومش عايزين ننزله عشان ما تتخضوش، لا خدوا بقى ايه البيج بوس بتاع الفرقه، نزل شيكابالا. انا عايز اقول معلومه في ودان كل واحد في نادي الزمالك وفي مجلس الاداره وفي الجهاز الفني، قسما بالله وحياه ديني وما اعبد، احنا كاهلاويه كجماهير الاهلي وكناس بتشجع الاهلي، يعني المعظم بيبقى عايز الزمالك يتغلب يعني في ماتشات، بنتفائل بنزول شيكابالا. احنا وصلنا لمرحله ان احنا بقى عندنا تفاؤل بنزول شيكابالا، وصلنا لمرحله ان احنا بنتمنى نزول شيكابالا. يعني واحنا كاهلاويه لو الزمالك بيلعب ومتعادل مثلا او الدنيا مقفله معاه كده، او نقول يا رب ينزلوا شيكابالا، يا رب ينزلوا شيكابالا، نبقى متفائلين. ينزل شيكابالا يروح جاي الجول، هي من زمان كده. فالفكره اصلا عندهم مش عارف في ايه بالظبط يعني. الزمالك 100 مليون ايه يا عم الحاج انت؟ والله ما في لاعب يستاهل 5000 جنيه. الملايين دي انتوا ايه بتطبعوها ولا بتجيبوها منين يا جدعان؟ فالزمالك مبروك عليه التجديد لزيزو، ومبروك نزول شيكابالا، وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.